شفت الراجل ده يا جماعه واقف بيبيع كتاكيت في الشارع. هجرب ادخل اطلب منه 100 جنيه اقول له ان البنزين خلصان في العربيه، انا عايز ال 100 جنيه دي احط بيها بنزين عشان اروح بلدي، عشان بلدي بعيد. شوف رد فعله ايه، ولو نجح في الاختبار هفرحه معانا واقول لكم عنوان. يا لهوي العربيه بتبطل بنزين وقفت. بقول لك يا محترم بعد اذنك. ايه يا باشا؟ بقول لك يا غالي، قول يا باشا. انا مش عارف والله اقول لك ايه. طب انزل لك؟ طيب عايزك في موضوع. ماشي بعد اذنك. بيني وبينك انا لسه العربيه لسه عطلانه مني بنزين ومحرج اطلب من اي حد. يا عم انا صدقت. شكلك راجل شقيان وهتحس بيا صدقني. وهي ما بتهونش الا على الغلبان، عم اسمع دي. فانا عشان كده جيت لك. انا بس العربيه عطلت مني بنزين وانا مش من هنا ولا من طنطا. على دماغي. انا مش سامعك بس. على دماغي. انت اللي على دماغي، انت اللي على دماغي يا راجل يا طيب. انا بس كنت عايز منك من حضرتك بس 100 جنيه 100 جنيه اروح بس اجيب بنزين في ازازه واروح. وانا والله لما اجي المنصوره هنا ابقى اجي والله العظيم هديك الفلوس. يعني عربيه عطلانه بالله عليك ولا بتاع؟ تعالى جربها، انت بتفهم في طب تعالى جربها. يا باشا انا صدقني. تعالى حتى هسيب العربيه قدامك واروح اجيب بنزين واحطه يا قدامك. باشا انا صدقني. انت بيبقى ايه كتاكيت؟ ان شاء الله. كتكوت بكام؟ غير فلوس خالص. بكام والله؟ غير فلوس خالص. ربنا يرزقك، انت راجل محترم. طب دي مش هتأثر عليك؟ يا عم اسمع الله، تبع ربنا. ايه؟ تبع ربنا. هو طبعا ربنا وكل حاجه، بس دي مش هتأثر عليك؟ لا الحمد لله. مش هتأثر عليك اكيد بجد والله. ربنا هو يبعت الرزق. ايه؟ ربنا يبعت الرزق. ربنا طبعا اللي بيبعت الرزق. انت عندك كام سنه يا حاج؟ عندك كام؟ 45. 45 سنه. عندك ولاد؟ الحمد لله. ولاد؟ طب ما ده رزق عيالك عمنا. يا عم الله يخليك. رزق عيالك ده. هتعوض بحاجه تاني. ايه؟ ربنا يرزقنا بحاجه تانيه، بس تروح انت بالسنه ولا اكيد ربنا يرزقني، ربنا يخليك. ربنا يرزقك باذن الله على الوقفه اللي انت وقفتها جنبي دي. انت راجل محترم. الله يخليك. تمام. ممكن بس تزق معاه العربيه بس احطها هنا معلش. طب بص اقول لك على حاجه، بقول لك يا نور انزل كده، بص كده هنا. بص انا كل ده انت مش واخد بالك انا كل ده بصور؟